الغيبة بلاء عظيم. ولذلك انظر الآن، لو أن المسلمين لا يذكر بعضهم بعضا إلا بخير، لوجدتهم يحبون بعضهم بعضا ويكرم بعضهم بعضا، لكن بمجرد أن تنتشر بينهم الشائعات أو تذكر العيوب، يأتي شخص ويقول فلان أحبه في الله لأنه من الصالحين أحسبه أو كذا، قال والله هذا أسود، هذا فقير، هذا ما عنده شيء، هذا كذا. وعندها إذا بمحبة بذلك الأخ الذي يحب أخاه قد ضعفت أواصر المحبة في قلبه بسبب هذه الكلمة النابية. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله. فكم من أناس ذكرت عيوبهم وهم أحب وأقرب إلى الله منك. ولذلك عليك أن تتقي الله عز وجل وأن لا تشتغل بعيوب الناس. وكم من إنسان تنتقصه في وظيفته وفي مسكنه وفي أهله وفي زوجته وفي عمله. حتى في بعض الأحيان يلمز الرجل أخاه المسلم بسيارته، يقول سيارة قديمة، ويضحك بها ويتندر ويغتاب بها ويحقر بها أمام أبنائه وقرابته، ويرى أن الأمر هذا شيء يسير، لكنه عند الله عظيم. فكم من قلوب جرحت، ولكن المصيبة أن من جرح لا يعلم أنه جرح فؤادا يحبه. هذا أخوك في الإسلام، الله في أخوة الإسلام. الغيبة لا خير فيها. ومن أهم ما ينبغي أن يعنى به أن نربي أبنائنا وبناتنا وننشئهم على تعظيم حرمات الله عز وجل وتعظيم حق المسلم. يرجى لكل مسلم ربى أبناءه وبناته على حفظ حقوق المسلمين يرجى له كل خير. وإذا كنت في بيتك تجلس مع أبنائك وبناتك تنتقص الناس بأجناسهم وألوانهم، فوالله خبت وخاب قولك، لأن ابنك سيتعلم ذلك وسيكون في ميزان سيئاتك والعياذ بالله. تبدأ من البيت، علاج الغيبة من البيت، أن تبدأ الأم وأن يبدأ الأب وأن يبدأ كل موفق صالح بأن يغرس في قلب ابنه أن هناك حرمة عظيمة وهي حرمة الأخ المسلم، فيصبح الابن ينطلق من البيت يحفظ حقوق المسلم جارا، ويحفظ حقوق المسلم صديقا وأخا، ويحفظ حقوق المسلم حتى ولو رآه يصلي فهو أخوه في الإسلام. فمن ربى أبناءه وبناته على ذلك، ولو أن المسلمين بدأوا من بيوتهم ولا نسأم ولا نمل ولا نضعف، حتى ولو فسد الزمان ولو كثر الفساد، فإنا أمة قوية بالله جل جلاله. وكم من قليل نعمل من الصالحات قد يورثنا الله به الجنة وقد يورثنا به الدرجات العلى، وأنت لا تدري ما الذي